بزاف ديال التعاليق علاش الجمهور حاقد على هاد اللاعب هذا. كنشوف أنا بعض اللاعبين كيكونوا لاعبين فاش كيماركيو كيمشيو يديروا واحد الاحتفالية ضد هاد الجمهور اللي كتقول أنت راه ما كيبغيوش هاد اللاعب، وكل مرة تيدير حركة كيفاش أنت بغيتي الجمهور غادي يبغي هاد اللاعب وما غاديش يكرهو. اللاعب أول حاجة خصو يكون ديسيبلين، خصو يكون أخلاق، خصو يكون لاعب سفير ديال كرة القدم داخل رقعة الملعب. وكاين عندنا بزاف ديال اللعابة حنا في البطولة مع الأسف أخلاق منعدمة، كيخلقوا الفتنة ما بين الجماهير، كيكونوا سبب الشغب، بزاف ديال الأمور وهاد الشي راه كنشوفوه. باش نعطيكم على سبيل المثال، دابا إلا جيتي عند الوداديين وقلتي لهم الحفيظي غيقول لك الله يا ودي داك السيد راه بشكل ودريويش والله يعمرها دار. الا مشيتي عند الرجاويين وقلتي لهم وليد الكرتي يقول لك داك السيد عمرنا شنو لعيب ودريويش وفي شكل. الا جيتي الكازا مثلا عند جماهير الوداد والرجاء وقلتي لهم الحضريوي ولا قلتي لهم التيمومي ولا قلتي لهم شي لعاب اللي مخلّق، واش غاديين يقولوا لك شي حاجة عليه خايبة؟ بالعكس، اللاعب هو اللي تيدخل في الصراع مع الجماهير، هو اللي تيدير هاد المشاكل لراسو، كيخلق فتنة ما بين الجمهور كيف قلت لكم، وتيخلق بزاف ديال المشاكل. وهاد الشي علاش اللاعب خاصو ينقص من ديك الاحتفالية الزايدة، وإلا بغا يحتفل يمشي يحتفل مع الجمهور ديالو مع الstaff ديالو، الله فين يمشي يحتفل. هاد الشي راه كنشوفوه في التلفازة كنشوفوه مباشرةً، راه هاد الشي اللي كاين هذا هو الواقع.